السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية. نرحب بجميع المشتركين. أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة. وصفة سليتلي أو أكلة السليتلي، وصفة تقليدية جزائرية. حبيت نشاركها معكم على طريقتي الخاصة. أرجو أن تنال إعجابكم. بالنسبة للمقادير باش نحتاج نقول الوصفة تاعي. نحتاج 3 حبات طماطم، 2 حبات سندرية ولا قطعتين من الجزر، نحتاج حبة بصلة نص وسطى مي كبيرة مي صغيرة، نحتاج ربع سنة ثوم، نحتاج كذلك قرن فلفل حار. بالنسبة للحمص للأسف ما كانش متواجد نقولو عندي في الدار. بالنسبة للتوابل عندي الفلفل الأحمر أو فلفل أو بابريكا، عندي الملح، عندي راس الحانوس، عندي فلفل أسود أو الفلفل الكحل، عندي كمية من الطماطم المصبرة. التوابل تبلي على حسب الذوق. عندي قطعتين من الدجاج. نقولوا انا خدمت بالدجاج، واللي تحب تخدم باللحم لها الاختيار، كل خرا ومقدورها، وديما نقول لكم كل خرا على حساب جيبها واللي تقدر عليه. التليتلي عندي كميه من التليتلي، الكميه اللي خدمت بها على حساب افراد الاسره تاعي، وكذلك التليتلي اللي خدمت به نوعيه ممتازه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم في قناة وصفات سيدة جزائرية. نرحب بجميع المشتركين. أهلا وسهلا بكم في قناتي المتواضعة. وصفة سليتلي أو أكلة السليتلي، وصفة تقليدية جزائرية. حبيت نشاركها معكم على طريقتي الخاصة. أرجو أن تنال إعجابكم. بالنسبة للمقادير باش نحتاج نقول الوصفة تاعي. نحتاج 3 حبات طماطم، 2 حبات سندرية ولا قطعتين من الجزر، نحتاج حبة بصلة نص وسطى مي كبيرة مي صغيرة، نحتاج ربع سنة ثوم، نحتاج كذلك قرن فلفل حار. بالنسبة للحمص للأسف ما كانش متواجد نقولو عندي في الدار. بالنسبة للتوابل عندي الفلفل الأحمر أو فلفل أو بابريكا، عندي الملح، عندي راس الحانوس، عندي فلفل أسود أو الفلفل الكحل، عندي كمية من الطماطم المصبرة. التوابل تبلي على حسب الذوق. عندي قطعتين من الدجاج. نقولوا انا خدمت بالدجاج، واللي تحب تخدم باللحم لها الاختيار، كل خرا ومقدورها، وديما نقول لكم كل خرا على حساب جيبها واللي تقدر عليه. التليتلي عندي كميه من التليتلي، الكميه اللي خدمت بها على حساب افراد الاسره تاعي، وكذلك التليتلي اللي خدمت به نوعيه ممتازه. بسم الله. نبدا بالزبده، نضيف مغرب زبده. انا راح نقلي زبده وزيت نخلط، ولا تحب تقلي بالزيت وحده لها الاختيار. ضفت 6 مغارف زيت نباتي، وضفت مغرف زبده، وضفت الدجاج تاعي. نخلي الدجاج يتقلى مليح في الزيت والزبده مع بعضها. من بعد ما تقلي الدجاج تاعي مليح، ضفت عليه البصله، الحبه تاع البصله كنت رحيتها في الاشواط. نبدا نسبل. حطيت كميه من الملح، حطيت كميه من الفلفل الاسود ولا الفلفل الكحل، حطيت كميه من توابل راس الحانوس ولا توابل مشكله، وضفت كميه من الحمار ولا البابريكا. بالنسبه للتوابل تبلي على حسب الذوق. نحرك مليح الدجاج تاعي مع التوابل،
ونخليهم يتقلاو مع بعضهم. في المرحلة هذه ضفت الحبة تاعي تاع السنارية ولا القطعة تاعي من الجزر، نقلي مليح، نضيف الطماطم تاعي بعد ما قشرتها وحيسها في الاشواغ، نضيف الثوم تاعي، نزيد نقلي، دركا نمرق. انا مرقت بالمدافي، واللي تحب تمرق بالماء بارد لها الاختيار، مرقي على حسب الكميه اللي راح تخدميها. ضفت الطماطم تاعي، ضفت 2 مغارف طماطم معمرين تاع الماكله، ولا ملعقتين من الطماطم المصبره. من جهه خلاف نبدا نخدم في التليتلي تاعي. الكميه اللي ضفت تاع التليتلي على حساب افراد الاسره تاعي. نضيف له كميه من الزيت، الكميه اللي ضفتها تقريبا 2 مغارف تاع الماكله زيت. نفرك 3 تاعي بالزيت مليح، ومن بعد نديه نحطه يفور الصفوره الاولى. الطريقه اللي شاركتها معاكم اليوم هي طريقه مبسطه، نقولوا لوجبه غداء او عشاء عاديه، يعني ماهيش ساعه الاعراس والمناسبات. درك هنا نفرغ التليتلي تاعي، ونزيد نحط له شويه ملح، ونرشه بالماء، نضيف له كميه معتبره من الماء، ونرشه ونفركه مليح بالماء، ندخله الماء مليح، ونولي نحاول نفرقه على القصعه ونخليه يشيح. من بعد ما يشيح لي 3 ساعي ندي نحطه يفور الصفيره الثانيه. هنا بعد ما فار التليتلي فرغته في القصعه، وفي المرحله هذه نروح نضيف الحار تاعي بعد ما طاب لي الدجاج تاعي. نفرق 3 ساعي مليح في القصعه، هنا جبت بول ولا غميقه، وضفت 2 مغارف زبده كبار. انا خدمت بلا بيل، واللي تعود عندها الزبده الحره اكيد ما كانش احسن من الزبده الحره. بعد ما صفيت المرقه تاعي نبدا نرش في التريتلي تاعي، رايحه نضيف له كميه معتبره من المرق. حنا نقولوا نعاودوا بالمرقه، المره الاولى رشيته بالماء، والمره الثانيه عاودته بالمرقه، ومن بعد نخليه يشيح، ونرجع نفورو التصفيره الثالثه. هنا بعد ما فورت 3 ساعي فرغته في اناء، ودرك ندي نجمرو، نضيف له كميه معتبره من المرق. اكيد بعد ما نصفي المرقه تاعي. بالنسبه للي يصفي واللي ما يصفيش كل اخرى كيفاه تخدم، كاين اللي تحب تصفي وكاين اللي تحب ما تصفيش.
دوك ندي نحطو فوق النار نجمرو اكيد بعد ما نقص على النار تاعي باش ما يسقليش. جاني مخصوص زدت ضفتلو شويه مرقه. درك هنا نكمل نجمر التليكلي ساعي ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. وصلت معاكم لنهاية لا فيديو. نتمنى تكون الطريقة اللي شاركتها معاكم عجبتكم، جربوها وردوا لي في التعليقات. بالنسبة للتزيين زيني بالطريقة اللي تناسبك والطريقة اللي تعجبك. كما قلت لكم في أول لا فيديو ما كانش الحمص متواجد عندي في الدار للأسف، علي بها خدمت نقولوا باللي عندي كما يقولوا الجود من الموجود. شهيتكم في الجنة. نتلاقى معكم إن شاء الله في فرصة أخرى ووصفة أخرى من وصفات سيدة جزائرية. في أمان الله وحفظه. للتذكير فقط ادعموني باشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا. مع السلامة وإلى الملتقى إن شاء الله.